عايز اقول كلمتين لمسؤولين الدوله على ارض الزمالك في اكتوبر. وقوفك مع نادي الزمالك في الموضوع دوت مش مجامله ولا محسوبيه، ده واجب وطني انت ملزم بيه. فرع الزمالك في اكتوبر ده هيخلق فرص عمل جوه النادي، وهيخلق مشاريع صغيره اقتصاديه بره النادي، ودوت هيعمل نمو اقتصادي محلي حتى لو صغير. فدوت واجب وطني عليك انت لازم تسعى ليه. فرع الزمالك اكتوبر ده استثمار في الرياضه، واستثمار في الشباب، واستثمار في الصحه لو انت قلبك على البلد دي. احنا لما بنقول اسم الزمالك ما بنقولش اسم عادي زي النادي الاهلي ولا زي نادي فاركو ولا زي سيراميكا كليوباترا. اسم الزمالك اسم عريق وليه تاريخ كبير، ونادي وطني وليه جمهور مثقف وراقي. فما ينفعش اللي بيحصل معاه ده، هتحاولوا تهدوه. نادي الزمالك مش هيتهد. نادي الزمالك هيفضل هو النادي الاكبر في مصر، هيفضل اكبر قلعه رياضيه في مصر، شئت ام ابيت، حاربته او ما حاربتوش. بس في الاخر التاريخ هيكتب مين اللي بيحب البلد دي وقلبه عليها، ومين اللي بيحاربها علشان خاطر مصلحه اشخاص اخرين ضد الدوله ديت اصلا. ده اللي يخص الدوله. اما اللي يخص الزمالك، نادي الزمالك فرع اكتوبر يعني اكاديميه ناشئين، يعني هيبقى دخل تاني لنادي الزمالك يقدر يقوي بيه فريق الكوره ويقدر ينافس بشرف. بس للاسف كتير في الدوله مش عايزين الزمالك يقف على رجليه. عرفتوا ليه الزمالك بيتحارب؟